عايزين مره نشوف الاهلي والزمالك بيخسروا يا جدعان. هي العداله دي ما عدتش عليكم خالص. يعني انت النهارده النادي الاهلي عامل ماتش كويس لغايه الجون. بعد ما دخل في الجون هربت منه شويه المباراه، اتجرأت فرقه سيراميكا. بعد كده اول ما الشوط الاولاني خلص ونزل الشوط الثاني الاهلي جاب جون. هو حرام ان يتحسب على النادي الاهلي ضربه جزاء؟ ما انتوا بتحسبوها يا جدعان، ما انتوا بتحسبوها للاهلي. طب انا هقول لكم على حاجه تانية. ماتش وادي دجله والحرس، نفس الجون اللي جابه جريديشار في ماتش بتروجيت. الكرة دي فاولين في لعبه واحده، الاولانيه على ياسر ابراهيم الدفعه، والثانيه على بير رمضان اللي هو نط خد الراجل معاه ومفروض ان هي تتحسب فاول. نفس الكرة دي في ماتش وادي دجله والحرس، نفس الكرة عملها الفيرود بتاع وادي دجله، دخل الجون اتحسبت فاول. قولوا لنا بقى التحكيم هنا مين اللي صادق ومين اللي مش صادق؟